الحاجة او النيد هي عبارة عن متطلبات اساسية وبشرية اللي هي يعني basic human requirements، زي حاجتنا للهواء، الغذاء والمية، مكان نقعد فيه ونبات فيه، يمكن يوصل كمان لحاجتنا للتعليم او حتى للانترتينمنت او الرفاهية. كلنا تقريبا عندنا الاحتياجات دي. امتى بقى تتحول الحاجة دي لرغبة او النيد دي لوانت؟ لما تقرر انت كصاحب النيد دي انت عايز تشبعها ازاي. مثال على الكلام ده، يعني احنا كلنا ممكن نجوع، ده في حد ذاته نيد. الحاجة للاكل ده في حد ذاته نيد، ده حاجة. طب لما اقرر انا بقى ان انا هتغدى كشري مثلا، هنا تتحول بقى النيد دي لوانت. وانت مثلا تقرر انك انت هتغدى لحمه، وواحد تالت يقرر ان هو هيتغدى حاجه تالته، هنا بقى انا حولت النيد دي لوانت، لاني حددت الاسلوب اللي انا هشبعها بيه، حددت سلعه او برودكت معين انا هشبع بيه النيد دي. يعني انا جعان، اذا دي نيد. انا هتغدى كريب لحمه، اذا دي وانت. طب امال ايه بقى الديماند او الطلب ده؟ الطلب بقى انك انت تقدر تروح محل ابو شقره مثلا وتطلب فعلا الغدا اللي احنا قلنا عليه او الكباب والكفته ده، وتدفع الحساب وتحاسب عليه. يعني بتصبح الرغبه طلب او يصبح الوانت ديماند في حاله اذا تم دعمها بالقدره الشرائيه، يعني القدره على الدفع، الابيليتي تو باي. يعني لو انت مثلا تعبت من ركوب المواصلات، عرق وقرف وتعب وبهدله، وعندك رغبه انك انت تجيب عربيه مرسيدس، لو ما قدرتش تدفع ثمنها يبقى تظل هنا هي رغبه ولا ترقى لدرجه الطلب او الديماند.